جماع الصناعة التقليدية بطرفاية. يعني الأخ محمد اللي لقينا في أول متحف، الناس هنا غزالين مضيافين. شوف ما بخلش علينا، دانا المتحف تاع المقاومة. هنايا جبنا المتحف تاع الصناعة التقليدية وحلف ما يطلقناش حتى يورينا كل ما له قيمة في هاد المنطقة هذه. خليكم معنا لان غادي نوريكم بزاف الاشياء. تابع الوزاره الوصيه. هاي واحد لاصال اكسبوزيسيون. نعم. هاي لاصال حاولنا ان نجمع فيها مجموعه من المنتجات اللي الصانع التقليدي الصحراوي بليد، وكان كيستخدمها الانسان البدوي الصحراوي في حياته اليوميه. نعم. هو ما هو متحف ولكن هو تخليد للذاكره. نعم. حاولنا ان نديروها دي زون. اول زون سميناها احنا ديال الماء، كيفاش كانوا يستخرجوا الماء، كيفاش كانوا يحفظوا الماء، وكيفاش كانوا يسرقوا الماء يشربوه بحال يشربوا. علاش الماء؟ لان الماء عنده اهميه في الصحراء كيف تعرفوا. نعم. لندرته، لذلك خصصنا له تقريبا هذا الجناح هذا. اول شي حاجه اللي تشوفوا وهي هذه المسألة اللي كتنقالها بالحسانيه الكركره، وهي باللغه العربيه البكره. هي تقريبا طريقه فيزيائيه تعرفوها. انا كنسميها سمارت كيف الايفون. نعم. علاش سمارت؟ لان وفرت الجهد ووفرت الوقت على الانسان البدوي باش يستخرج الماء. كان كيجبر واحد الصعوبه باش يجدو من البير. هذه وفرت عليه الجهد ووفرت عليه الماء. اللي يمثلوا تقريبا خشب الحاسي كنقولوا حنا. كيكون واحد الخشب بحال هكا الفم ديال الحاسي كبير، كتكون واحد الخشبه من هنا من تماك، وكيديروا هذا الحبل مصنوع من الجلد ديال الإبل. نعم. يديروا بهذه الطريقه. طرف من هذا الحبل كيكون في دلو، مربوط في دلو، والطرف الاخر كيكون مربوط في دابه، وغالبا كتكون جمل باش كتقدر تجر داك التقوليه تاع الدلو. ملي كتمشي الدابه بحال هكا كتطلع الماء بسهوله. ممتاز. منين يطلع الماء كيدوز من واحد العمليه ديال التصفيه، فلتراج. هذه مصنوعه من الزعف ديال تاع النخل. اييه. كتكون بهذه الطريقه محشوه بهذه الطريقه هذه. كيصبوا الماء هنا كيخرج الماء صافي. اي شي حاجه حجار انسيكت اي شي حاجه كتوقف. اييه. وللحفاظ على الماء اكثر كيدوزوا من هذا كيسموه بحال الدواز. الحسانيه يسموه المحقن. بعض مناطق الشمال كيسموه الدواز. هذا مصنوع من الخشب وتطور عقب ذاك اللي مصنع من بلاستيك فعلا. حديد وكذا. هذا الحفاظ على الماء كيكون بهذه الطريقه. داكوغ. اذا هذه هنا فين كيخزنوا الماء. فوالا باش نشرح لك اكثر. اللي تشوفوا هذو عندهم نفس الشكل. نعم. ولكن يختلفوا من ناحيه التسميه على حسب الماده المديوره فيهم. هذه اللي ندير فيها الحليب ينقال لها الشكوى باش كينخضوا الحليب. ناخذوا الحليب باش يجبدوا الزبده فعلا. هذه كينقال لها قربه كيديروا فيها الماء. اييه. باللغه العربيه قرب. اييه. وهذه ينقال لها العكه. هذيك الزبده اللي كيجبدوا من اللبن كدوز من واحد العمليه ديال ينقال لها الذوابه. كيخلطوها مع الدقيق ديال المقلي نقولوا حنا ديال الشعير. اييه. مقلي. كيدوزوا من هذيك العمليه كينقال لها الذوابه. ملي كيحصلوا هذيك الذوابه يحصل عليهم الدسم. اييه. او السمن. كيجمعوه في هذه الشكوى تسمى العكه. اذا هذه الشكوى قربه عكه. بالاشاره فقط من قلت لكم قربه وهي باللغه العربيه قرب. كيف تعرفوا الحسانيه تقريبا 80 ولا 90% منها كلمات عربيه. كتبقى ديك 20% ولا 10% هي خليط من الامازيغيه والاسبانيه بحكم الاستعمار الاسباني. بعض كلمات اسبانيه وبعض كلمات امازيغيه.
الى لاحظتم عنكم الى مشيتوا ان شاء الله في الطريق ديال العيون كاينين بعض المناطق مسميين حاليا تسميات امازيغيه كيف عين تسكرار، هذه كلمه امازيغيه. كيف عندنا اسراك، نقولوا احنا اسراك هو المراح فين كيجلسوا كذا، يعني هي خليط من نعم من عربيه امازيغيه صحراويه و حسانيه اسبانيا. باش نشربوا الماء نشربوا في هذه الآنية هذه تسمى قدحة. نرجعوا نوليو باللغة العربية قدح مصنوعة من الخشب كنشربوا فيها الماء. وكنشربوا فيها واحد القضية ثانية وهي الزريق. الزريق وهو خليط من الماء، سكر، لبن أو حليب، شربوه وكيشربوه في نفس الآنية. ما كاينش كل شيء تيشرب نفس هذه. وهذه الأخرى اللي تشوفوها كبيرة هذه ما هي قدحة، هذه قالها بالحسانية تزوة. هذه تندار لحل بالنوق. داكوغ. كنحلبوا فيها النوق. نياك. الناقة حنا تنقولوا الناقة. وعلى ذكر الناقة كيف تعرفوا ذاك الشيء اللي قال فيها مولانا احنا مالنا صح. انظروا إلى الإبل كيف خلقت. بالنسبة لارتباط الإنسان البدوي الصحراوي بالإبل يعني ارتباط عميق لأهمية الإبل في حياته اليومية. أولا الإبل كيركب عليها، هي سفينته، هي مركبه، كي يذبح ينحرها لو كنحنها، وكي يفد عليها باش ديالو لأنه ما رحل ما كيستوطنوش في منطقة واحدة، هما تابعين الكلاء تابعين المطار وكذا، يعني عندها أهمية خاصة. وقالوا حتى في الأشعار ديالهم وتغنوا بها وكذا. الإبل في الصحراء عندها واحد الأهمية كبيرة. ندوزو منطقة أخرى. مزيان ياك؟ رائع ممتاز. الله يعطيك الصحة. أنا زربان شوية تابعتنا واحد الرحلة ديال الصيد. الله يعطيك الصحة. شكرا بعدا وسمح لنا عطلناك. قلت خاصو يخلص الحال. نخلصوا حنايا. الله يودي مرحبا. بالمناسبة راني خالد. يا أنا خالد. قلت لكم هذه واحد لازون ثانية خاصة باللباس. نعم. بالنسبة لللباس كيكون عند الرجل كيلبس دراعة. دراعة. حنا في مراكش كنقولوا الدراعية. الدراعية ما كتكونش مفتوحة الجوانب، كتكون مسدودة. وي. بالنسبة لنا ذيك اللي مفتوحة الجوانب. اي الدراعة. مراكشية عتيقة. أنا من سيدي أحمد بن ناصر، أنا صحراوية. سيدي أحمد بن ناصر. نعم. مدارسة. نعم. وخير. ربي يخليك. لا هو داودي من آل داود. داودي من آل داود. عبد السلام بن مشيش. وخير. علاش قلت لها مراكش؟ لأن مراكش خطيت فيها أحلى تقريبا أيام عمري، وهي السنوات الجامعية. دوزت 5 سنين في مراكش. حنا الجدود توعي جات انستالو في مراكش، يعني جلسوا في مراكش واحد المدة، عاد من بعد مشاو لكازا، مشاو دوزت وقريت